طيب انا عايز اسالك عن الدوري السنه اللي فاتت، لان الدوري السنه اللي فاتت كان صعب جدا. وانت كان ليك دور مهم جدا. الاصابه كانت في شهر 12 تقريبا، شهر 5 متاسف، 18/5 18 التاريخ 5 مش هيتنسي. عمرك ما هتنساه. لكن كنا بدانا يعني نكسب بقى الدوره بتاعت الانتصارات اللي اشتغلت ساعتها. انت ختمتها بالترجي الحمد لله، والفوز ببطوله افريقيا. لكن الدوري كان صعب قوي، خاصه بيراميدز كانوا بداوا يعملوا ارقام قياسيه. انا عايز اعمل مقارنه ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي. بص يا كابتن، هي كل سنه انت كنادي الاهلي عشان انت بتشارك في بطولات كتير، فانت شويه دوري شويه افريقيا شويه كاس عالم انديه. أيوة. فانت عشان تطلع من المسابقه دي تخش المسابقه الثانيه انت محتاج. احنا مثلا كاس العالم للانديه لما رحنا قبل ماتش اتحاد جده احنا أيوة. كنا قافلين كل حاجه. قافلين كل بمعنى حاجه. ايه؟ احكي لي شويه. كل حاجه. مواقع السوشيال ميديا بتاعتنا كنا قاعدين لوحدنا، عاملين اماكن نقعد فيها نهزر، قربنا من بعض قبل ماتش الاتحاد. وكان كلام ان هم بيطلع انه الاتحاد هيكسبنا 3 و4 وبنزيمه بقى ومش عارف ايه. واسماء احنا كبيره كنا يعني. قافلين قفله. كابتن موجود معانا اهو. كانت ضلمه لغايه ما خلصنا لغايه ما خلصنا الماتش الاولاني. ايوه. فكينا يوم بعد ما كسبنا. ورجعنا بقى بعديها عشان نجهز ماتش فلومينينزي. ايوه. وانت عشان تطلع من بطوله لبطوله فانت محتاج الشده دي. ايوه. الشده دي كانت تيجي من مدير كوره، تيجي من اللعيبه الكبار، بتشد اللعيبه عشان نعرف صحيح نخش فيها. انت ممكن تكسب، انت تكسب بطوله افريقيا انت لسه عايز تتبسط. مظبوط. تلاقي نفسك في دوري. والله العظيم يعني انا حصلت معانا والله. انا مثلا نهائي الزمالك القاضيه، الماتش القاضيه خلصنا الماتش تاني يوم كان في تمرين، بس التمرين كان بالليل. ايوه. لقينا جماهير في النادي بتقول لك الكاس يا اهلي. والله احنا لسه ما عايزين نبسط. احنا لسه عايزين نستوعب ان احنا خدنا البطوله نهائي القرن. احنا عايزين نتبسط. تاني يوم لا، وكان عندنا ماتش الاتحاد في السويس. الناس عايزين الكاس، ما خلينا. طب ما هو فدي موجوده. فانت عشان تطلع من دي، من حاله المكسب، ممكن تيجي ما تعمل الدروب. ممكن يحصل. ممكن. بس احنا الحمد لله الفتره دي لا، تعودنا بقى خلاص. احنا كسبنا بطوله، اقفل بقى اللي بعده عشان لو خسرت اللي بعده خلاص انت ده هيتنسي. ده صحيح. فده اللي احنا شغالين عليه. يا رب دايما شغالين بانتصارات.